هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء الجديد معكم ومع صاحب الفضيلة فيه الأستاذ والدكتور سعيد بويزري، أمين المجلس العلمي بجامعة تيزي وزو بولاية تيزي وزو، والأستاذ المحاضر بالجامعة. فمرحبا دكتور سعيد، أهلا وسهلا، حياك الله. ونتشرف باستقبال مكالمات إخواننا وأخواتنا على الأرقام الهاتفية التي ستظهر لكم بعد قليل بين الفينة والأخرى من عمر هذا اللقاء: 021 37 42 87 أو 021 37 45 64. مشاهدينا الكرام، ها قد مضى شهر رجب الحرام، وأهل علينا شهر مبارك، شهر أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله على غيره من الشهور، شهر ترفع فيه أعمالنا إلى مولانا. هذا الشهر كان الصالحون من هذه الأمة يستعدون فيه ويتسابقون فيه على طاعة الله عز وجل، وكان يراجع فيه العاصون أنفسهم ليتوب الله عليهم. شهر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، خطوة تدل على خطوة، وعمل يهدي إلى عمل، فمن عمل حسنة فتح الله له باب حسنة أخرى، ومن عمل سيئة جرته إلى سيئة مثلها. دكتور سعيد، نقرأ في النصوص النبوية جملة من الحث على الاستعداد لهذا الموسم العظيم الكريم. لماذا هذا الاجتهاد والاستعداد في شهر شعبان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون هناك أيام مباركات وأشهر مباركات، حث الإسلام على الصيام فيها، يعني الصيام النافلة، الصيام المستحب. فمن الأشهر التي يستحب فيها الصيام الأشهر الحرم: رجب والمحرم وذو القعدة وذو الحجة، وكذلك الأيام الأخرى كيومي الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها من الأيام، والأيام الأولى من أو 6 أيام من شهر شوال الذي يأتي بعد شهر رمضان، وشهر شعبان الذي نحن فيه الآن. بدأنا يعني دخلنا هذه الأيام في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. وقد بدأت أخي محمد صالح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هناك حديث أخرى روتها عائشة أم المؤمنين، وكذلك حديث آخر روته أم سلمة، وكذلك حديث أسامة بن زيد هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في النسائي، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي. هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه يكثر من الصيام في هذه الأيام أكثر من سائر الشهور، طبعا ما عدا رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. يعني شهر رجب كما ذكرنا الآن هو من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الصيام وأجرها عند الله كبير، ولكن شهر شعبان جاء بين شهر رجب وشهر رمضان المعظم، شهر الفضيل، شهر المبارك. فشهر شعبان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، ومن خلاله يقول لنا جميعا أنه كثير من الناس يعني يغفل عنه الناس أنه يعني لا يصومون فيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أمرين اثنين مهمين. الأمر الأول ضرورة الاستعداد لشهر رمضان، لاستقبال شهر رمضان. فيأتي هذا شعبان وهو شهر قبل شهر رمضان، فالصيام فيه مستحب استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، شهر القرآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الشهر، يعني في هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين،
ثم ختم حديثه الشريف: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام عبر أو يعني أخبرنا بهذا السر الثاني اللي هو ومن أجله يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وقال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني يسعد الإنسان اللي ترفع أعماله الصالحات التي يعني وفقه الله عز وجل لاكتسابها خلال العام، فترفع إلى رب العالمين في شهر شعبان. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالمسلمون جميعا يفترض أن يقتدوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيحبون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن ترفع أعمالهم وهم صائمون. لذلك استحب صيام هذا الشهر الكريم شهر شعبان. بارك الله فيك دكتور سعيد، شكرا جزيلا على هذا البيان. وأذكر بالأرقام الجديدة للتواصل معنا في البرنامج، لأن الأرقام تغيرت وتبدلت. أيوة. 021 39 42 أو 021 39 43. إذن سهلة يا شيخ. سهلة ممتاز. أحسن من الأرقام الله الأولى. يبارك. صافي 42 43 ما شاء الله. 39 هو رقم سهلة. 021 نعودها 39 42. نعم. 021 وبعدين 39 43. بارك الله فيك. ما شاء الله. أحسن الله إليك. الله يبارك. يعني أنا أول متصلين يعني. نعم. أول مروجين. الله يبارك فيك. شكرا دكتور. إذن في استقبال المكالمات من إخواني وأخواتي. وقبل ذلك فيه بعض الأسئلة التي وردت إلينا. سائلة من ولاية البليدة دكتور تقول أنها كان في بطنها توأمين، ثم نزل واحد، كان أحد هذا التوأمين سقط فبقى عليها الدم وبقي الجنين الثاني حي في بطنها. الآن مسألة الصلاة والصيام كيف تفعل لها؟ لا، ما دام هي نفساء تجري عليها أحكام النفساء، فلم ينقطع عنها الدم، لم ينقطع عنها دم النفاس، فتترك صلاتها وصيامها إلى أن ينزل هذا الثاني أو تطهر نهائيا. بعد ذلك تعود إلى صلاتها وصيامها، والله أعلم. نعم. إذا تترك صلاتها وصيامها ما دام الدم لا يزال يعني ينزل منها. فإذا في انتظار الثاني نسأل الله أن ييسر لها ذلك. وإذا انقطع عنها الدم وطهرت ومكث أطول، لأنه قد يكون ذلك بالمناسبة لا ندري مدة مكوث هذا الجنين في بطن الأم. طبعا أقل مدة طبقا لآية القرآن الكريم هي 6 أشهر، وهي أقل مدة يمكثها الجنين في بطن الأم، ولكن أقصى مدة ممكن يصل إلى أكثر من 9 أشهر 10 أشهر 11 شهر. فبهذا ممكن وحتى إلى 12 شهر، وهذه مسألة لعلنا نتحدث عنها في يوم من الأيام. فبالتالي ممكن يكون يعني تطهر هذه المرأة بعد نزول الابن الأول أو الجنين الأول. وبعد ذلك فإذا بقي الدم قائما ينزل منها تظل تترك صلاتها وصيامها في انتظار الجنين الثاني التوأم. وإذا انقطع عنها الدم وطهرت بعد ذلك إن شاء الله تعالى تعود إلى صلاتها وتعود إلى صيامها. نسأل الله أن ييسر لها ذلك يا رب العالمين. في مكالمات نستقبلها دكتور ثم نكمل إن شاء الله. معنا آية من سطيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي يا سيدة، تفضلي. أريد أن أتكلم وأسأل بعض الأسئلة. وعليك السلام ورحمة الله، تفضلي. نعم أخي، أول سؤال هو لي يقول بأن يوم 15 من شعبان يرفع فيه حسناتنا أو سيئاتنا إلى الله. نعم. ولكني أنا عندي مشكلة مع عائلة زوجي، لا أستطيع أن أرجع له لأنني اتهمت بشرفي. من هذا من أقاربك؟ من؟ نعم. من هو هذا القريب؟ خصمي اتهمني في شرفي. من؟ خصمي أنا اتهمني في شرفي، وهو في مولان التلفزيون. من هذا يعني خصم؟ هل هو يعني زوجي؟ زوجك؟ زوجته. زوجك هو اللي اتهمك؟ زوجته اتهمتني في شرفي.
زوجته اتهم. إذا متزوج باثنين. وأنا الآن أصلي إلى الله، ولكن تكلمت كثيرا لأنه غاضني. نعم. صوتك بعيد آية، الله يحفظك، الصوت بعيد تماما، أنا نسمع يعني لا الصوت منخفض. نعم. صوتك بعيد حتى السؤال لا نسمعه جيدا. بهدوء ربما نستوعب. لا، زوجة أخي، زوجة أخو زوجي. زوجة أخي تقبيلي الهضرة تقبيلي ممكن. نعم. فهمتني. واضح. ممكن نعطيك تنطيو أريد أن أقول للشيخ تنطيو. فهمها في شرفي. نعم. أيوة. تنطيو تهمتني في شرفي من بعد؟ لأنني أفعل أشياء لا تليق مع زوجها. أيوة. وزوجي كاد أن يفعل أشياء لا تستمع، وهو يعلم بأنني بريئة من هذه الاتهامات. نعم. ولكنني أعلم بأنني ليس لدي أي حد أعمله إلا الخصام بيننا، العداوة التامة. نعم. آية، السؤال واضح سؤالك إن شاء الله. أم ماذا أفعل؟ نعم. واضح إن شاء الله. واضح أخي سؤالي. واضح إن شاء الله. وأيضا عندي سؤال آخر. تفضلي. سمعت بأن أبو زوجي سؤال الثاني يا أخي. تفضلي. أبو زوجي هل هو مثل أبي أستطيع أن أنزع الخمار أمامه وأجلس معه وحدنا بدون حضور زوجي؟ نعم. والسؤال الثالث أخي فيما يخص الصيام. تفضلي. حلفت فيما يخص الصيام. كانت بنيتي من قبل أن أعرف بأنها قد التزمت بالعادة الشهرية، وكنت قد قطعت لها أن تصوم في هذاك اليوم، وأنا لا أعرف بأن العادة الشهرية قد أصبحت بلغت العادة الشهرية، وأفطرتها في ذلك اليوم، يوم واحد فقط. ومن استحيائها لي لم تقل لي، حتى مرت سنين 3 سنوات 4 سنوات وقالت لي يا أمي لقد كنت في ذلك العام قد بلغت، أصبحت امرأة، ولكني استحييت منك أن أقول لك، وأنت ألزمتني على الإفطار، وبهذا فطرت ذلك اليوم. هل هذا تعتبر كفارة أم ماذا؟ ماذا تفعل بنيتي؟ واضح إن شاء الله. شكرا يا أمي. شكرا أخي. السلام. فوزية من فرنسا. نعم. الأخت فوزية. نعم. نعم. السلام عليكم يا فوزية. هل معنا فوزية أو لا؟ نعم. إذا نفقد التواصل معها، لا بأس إن شاء الله. دكتور سعيد، أخ بن عمار، مسألة الشهر العقاري. نعم. هو بعث رسالة نعم. أمامي عن طريق الفاكس، يسأل عن موضوع مسح الأراضي. نعم. كان تواصل معنا في البرنامج. نعم. فأعطى بعض المعلومات، على كل حال لا تكفي إلى حد الآن، ولكن نجاوب بقدر المعلومات اللي موجودة. هو كيقول الأشخاص الذين أخذوا دفاترهم العقارية، بمعنى في القانون الجزائري، يعني في المرسوم رقم 76-63، وهذا المرسوم المتعلق بهذه القضايا بتأسيس سجل عقاري، وهذا المرسوم معدل ومتمم عدة مرات، ومعدل عدة مرات في المادة 11 وما بعدها من هذا القانون. ينص على جملة أحكام. من هذه الأحكام أن مصلحة مسح الأراضي الكادستر حينما يخرج إلى الميدان من أجل توثيق وترقيم هذه العقارات، ماذا يصنعون؟ يأتون إلى العقار فيسألون لمن هذا العقار، القطعة الأرضية هذه لمن؟ هنا ممكن تحصل جملة من الأخطاء.
من هذه الأخطاء الممكنة الحصول، الخطأ الأول أن الشخص الذي يجدونه هناك لا يصرح بجميع المالكين لهذا العقار. مثلا كان يقول هذا العقار نتاعي ونتاع بابا ونتاع أخويا ونتاع كذا، يذكر فقط أسماء معينة وما يذكرش جميع الأسماء، خاصة بين الإخوة. أحيانا يكون إغفال لبعض الإخوة أو الأخوات، فيخرج هذا الدفتر العقاري ليفري فونسي وماشي مكتوب جميع المالكين، يعني كاين أسماء اللي لازم تكتب ما كتبوهاش. وطبعا مصلحة مسح الأراضي ما عندهاش علم، ليست مسؤولة عن تصريحات هؤلاء. بعد هذا خطأ، ويأتي أحد الورثة يقول أنا يا ما كتبونيش وما ظهرتش في ليفري فونسي وهذا ظلم وهذه حقرة وكذا وكذا. هذا لون من ألوان الخطأ. طبعا وقفني أخ محمد صالح، المسألة قانونية شوية، إذا كان أي مكالمة وقفني في أي لحظة. الله يبارك، مرحبا عليهما. نعم، ونستأنف إن شاء الله. معنا منيرة من سطيف وفاطمة من تيزي وزو. مع منيرة من سطيف. السلام عليكم يا منيرة. منيرة السلام عليكم. عليكم السلام. فاطمة معايا فاطمة أو منيرة؟ منيرة. تفضلي منيرة، تفضلي. خويا حبيت نسأل الشيخ الكريم على عندي الوالدة تاعي عندها منحة تاع المجاهدين تاع زوجها، والآن هي مريضة عندها ذاك الزهايمر نعم. وهي الوالدة تاعي ملي تزوجت وهي عندي يعني مقيمة عندي، وعندها ذوك وانا تقريبا راني نجبد لها نسحب لها هذاك المبلغ ونخبيه لها. وذوك عندها بناتها زوج محتاجين يعني في حالة مزرية، وعندها ابنها وعنده يعني لاباس به، بس لكن عنده ابن معوق. نعم. يا هل ترى يجوز لي انا نديرهم كصدقات احسن ما راه محطوطين مخبين يعني في البريد، من الاحسن يعني نوزعهم على هذو او نقسمهم بين هذو الناس المحتاجين، او نخليهم هكذا حتى يجعل الله مخرج. والله ما عرفت، صدقني راني في حيرة. وشغل ولت انا هي اللي صافي كي يكون كيما نقولوا احنا كواغط، انا اللي نجري لها ليهم، انا اللي نجيبهم لها، انا اللي الاخت منيرة مقيمة عندك شغل راني متكفلة بها. هذه الام هي خلاص يعني هي كبيرة وما متكفلة بها، ولكن هذاك المبلغ اللي هو محطوط. اسمعي الشيخ الله يحفظك، اسمعي الشيخ يسألك. منيرة على باش كيفاش نديروا، خصوصا هذو الناس اللي محتاجين في حاجة يعني ماسة لهذا. اسمعي الشيخ يسألك الله يحفظك. الله صح. الأخت منيرة. نعم. الوالدة نتاعك مازالها في قواها العقلية بعقلها لا ولا؟ لا، الأم تاعي تنسى، احنا ولادها ما تعرفناش مليح. أنت هل استصدرتم الحكم بالحجر عليها؟ عندك وكالة رسمية قانونية ولا هكذا بحكم أنها عايشة معك أنت راكي تتصرفي وتقومي بكل شيء؟ والله ما درت عليها حتى حجر، ولكن أنا صافي عندما ذهبت لابنها قال ما نحتاجهاش، ما نقدرش نهزها، دبر ورسكم بها. أنا اللي بقيت صافي عندي. قلت أنا بما أنها صافي هي مازالت في الحياة وكاين اللي محتاجين لهذا المال، ما كانش وما كانش شكون اللي يتصرف فيه. صافي واضح. بما اني انا هي اللي راني نتصرف هذا المال اللي نقدر نتصدق. وهذا الابن اللي قلت لك اللي قال ما نحتاجهاش هو اللي عنده ابن محتاج كذلك معوق، او ابنين بالاحرى معوقين ومحتاجين كذلك. يا هل ترى يجوز المال هذا يعني بحكم صدقه، ماهوش يعني ارث، ولا نتصدقوه على هذاك الابن اللي محتاج ولا نعطيه لوليدها؟ واضح. بارك الله فيك. شكرا. بالسلامة يا فاطمة. منيرة. فاطمة من تيزي وزو نفقد تواصلنا معها إلى فتحي من فرنسا. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. السلام عليكم. سلم على الشيخ، بارك الله فيكم، ونشكركم بزاف على هذا الحصان، نشكركم بزاف وبارك الله فيكم. عندي واحد 3 أسئلة بارك الله فيك. تفضل يا السؤال الأول، يعني في الصلاة، يعني عند الإقامة الصلاة عندما يقول المؤذن في ختام الإقامة نقول لا عند ختام الإقامة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا السؤال الأول. أسمع فيه أخي؟ أسمعك جيدا، واصل فقط. نعم بارك الله فيك. والسؤال الثاني، السؤال الثاني يعني أنا أشوف
انا عندي واحد الجار، جاري يعني ولده توفى، وانا دروك كي راني نفوت على ذاك هو محل، هذا عنده محل وولده توفى له، ودروك انا كي نوصل عند المحل يعني نجبد، ما نبغيش نفوت عليه باسكو نخاف كون نفوت عليه يعني نذكره بولده ولا يعني تفكر ولده. دوك انا وليت نجبد زعما نفوت على طريق واحده اخرى. هل هذا اثم يعني؟ والسؤال التالي بغيت نطلب يعني من السؤال التالي، يعني هذا الناس هذو اللي راهم يروجوا في المخدرات، يعني هاد الوالدين تاعهم اللي يجيبوا لهم الماكله، هذا المروج للمخدرات يعني يجيب الماكله ويصرف عليهم في الدار، هل الوالدين هذو يعني يقبلون بهذا هذا الصرف اللي يصرفوا عليهم وهذه الماكله اللي يجيبوها لهم، هل يعني حلال ولا حرام؟ بارك الله فيكم. شكرا يا خويا، شكرا. من تزيوز تعود بين الاتصال. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي سيدة تفضلي. مساء في النوم. تفضلي. نعم. شيخ بويسري كي عطيني يومين سقسي فيه مغارب كي ديالي. معليش عاود دولت مع عاود اسد. سقسي كي غتفكر في الجنازة. اللي كاين سير غير المرحومات. كي محسوب على بيسير المرحومات ملي يوت مقرط في الليل ونصغرات نكس مقدرات ما عيش حفظون ما عرفت مزوارو في بيتي سكري في مزورة مطلنت الحاج صار المرحوم مطلنت تغمض عليه ومن بعد قري قلت الذين غادي يتبعون تورس دوين تتبع المرحوم دوين تتمطفني اسمي الشيخ أرلك طرف شرعيت ندز يحرم نحسوه هنا يسدون الحجاج المرحوم ولا شيء يسدون هو يسمح هو يدعى ما هو يتعوي في المرأة ذا شيء يسدون المرحوم في يارا محية ينوفقوا في يارا شتنيا أشو يسدوا في المرحوم يسدوا الحجة يصير من الصعب هذه نطليدس هذه نطليدس استصرف وانت مثالة نسير ما قلت الحوايج كابونات مثل سبيطار تصمم انك سنغا كل حوايج تدوني صار درعاتك وتدوي تكنيا نكني غاتي سيري الشيخ حرامة يوم إلى قرية نعم شيخ خير بالنايد خاطر سندك كي يحفظ في اليوم حسيت انت تحفظ غادي دار ناول نايش دوران كي اكني تخدم فينا كني تحفظ اكني ركميه واضح ني غاس مارطاي الناضيه في بردن تو اذا غويت ما اخرى تشتاقي ما اخرى وقد نوفير ندخل غاطف لي بروبليم شحال هاكو يا تدار تسناوا سيني زي ما كل يوم نظرها مشاريع ضرب دقيقه شحنه قريب ويا هاد الصديق يعني يوقف يا ريش تنيتو راه غاس اي دار غير فهموا ليلى هذا اخرى وساير المصيف يا ربي وساير الذنوب نعرف كم يقول رجالي وغير فهمنا ما البونسيون ملي كتموتي وتخدم داك البونسيون يقجرني في التصفيق ما انا كندير انا وسلم تقول عشان كيف واضح ريحه كني تنبغي سلطان ماني تغمس في شرا دوك سؤالك واضح يا فاطمه الله يحفظك. واضح السؤال صديقي واضح يعطيكم الصحه بالسلامه. الله يسلمك. امال من العاصمه. ربي ربي بارك فيك وانت تكونوا ان شاء الله. امال من العاصمه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا حابه عندي زوج اسئله. تفضلي. السؤال الاول اذا تفضلك السؤال الاول عندي خويا غر الشيطان ودا لطاغ تمرت بغير علمها دوك هنايا ما على بالهاش حتى وين جات تلبس عاودي السؤال يا امال عاودي السؤال ما سمعناكش مليح يعني فرقهولها كما نقولوا اعيدي السؤال. الصوت خويا دا لطاغ تمرتو وش بيه خوك خويا داري لطاغ تمرتو يعني سرقت لطاغ تمرتو سرق ذهب مرتو اي هذيك صح ويعني صدقها اللي داهولها صدقها وكي احتاج ما لقاش مرتو عونيني ودالها صافي نهار تلبسو ما لقاتوش
دوكا اسك هذاك الصداق كما قالها شعنيه دوكا راهي نورمال حلالو ولا لا؟ سرق لها ذهبها وما عطاهاش صداق. لا ذهبها هو صداقها، هذاك الدرهم كومبلي، ومن بعد 5 سنين دوكا كي حوس على الدراهم راح داهولها بلا ما قالها، يعني بلا ما شاورها. أنا ما فهمت سؤالك يا أمل. شوف عندها ذهب انتاغير، جاب داهولها في صداقها، يعني في الصدق تاعها، نعم، المهر تاعها. هاد خطرة راح يسرقه لها. أنا نقول أنا بالنسبة لنا سرقه لها، ما قالهاش باللي راح ندير هذاك الانتاغير، أنا احتاجيت. يعني ادالها بلا علمها. يعطيك الصحة. صافي اسك دوكا ولا راهي تعتبر حلال ولا لا؟ اسك راه يدير غير في الديكاس. وعندي سؤال ثاني. تفضلي. إذا تفضلك. نحب واش يقول الدين وشرع تاع كيفاش يقولون ما يفعلون، يعني عهدوا وما يفوش بالعهد، واش يقول الدين وشرع في هاد الناس؟ الله يهديهم. فهمتني؟ واضح إن شاء الله. يا السلام عليكم. وعليك السلام يا أمل. بالسلامة. إذن دكتور سعيد، نواصل مع الأخ بن عمار ومسألة الشهر العقاري. أي نعم. إذن الأخ بن عمار، أذكرك بسرعة أنه القضية نتاعك ينطبق عليها المرسوم التنفيذي رقم 63 رقم 76 63. هذا المرسوم قلت متمم ومعدل في 1980، معدل ومتمم في 1993. هذا المرسوم ينص على الآتي: أنه كاين ما يسمى بمسح الأراضي، يعني مسح الأراضي الكاداستر هو هذه المصلحة المكلفة بمسح الأراضي بالنسبة للأراضي اللي ما عندهاش عقود ملكية. قلت حينما تخرج مصلحة مسح الأراضي ترتكب بعض الأخطاء. أنت قلت هنا يا أخوي العزيز من الأشخاص الذين أخذوا ذهبهم العقارية ما زالوا في حدودهم الأصلية إلى آخره، وبعدين قلت وهؤلاء الأشخاص ليس لهم علم بما جرى من تجاوزات مديرية مسح الأراضي. هكذا قلت. قرأت فقرة من هذا النص اللي جاء عن طريق الفاكس. أنا جوابي نقول لك هناك أخطاء تقع، ما نقدرش نقول تجاوزات من مديرية مسح الأراضي، لا، أفضل نقول أخطاء يمكن الوقوع فيها. قلت نعطي لك بعض الأمثلة على الأخطاء. الخطأ الأول اللي يصرحوا بالأراضي. نعطي لك مثال: أنا وأخي محمد صالح رانا خاوة، وهذا الأرض مملوكة ليه وليا والخوتنا الآخرين. كي جي مسحة الأراضي أنا ومحمد صالح نصرح نقولوا هذه القطعة الأرضية نتاعي ونتاعو فقط. نعم. وهذوك المصلحة يكتبوا المعلومات هذه، والدفتر العقاري يخرج بأسمائنا فقط. نعم. طيب الإخوة الآخرين نهار اللي اكتشفوا الحقيقة يشوفوا باللي ما همش مكتوبين في الدفتر العقاري، ما عندهمش الحق يتهموا المصلحة نتاع الكاداستر. لا، حنا اللي إما غلطنا إما عمدنا، ربي يغفر لنا. معليش نكمل هذا المثال. طيب يا سيدي، إذن ولكن هذا الترقيم في المادة 11 من القانون، قانون هذا 76 المادة 11 يقول لك هذا الترقيم ترقيم مؤقت. شكون اللي يقوم به؟ المحافظ العقاري يدير الترقيم. خلال عامين خاوتنا هذوك عندهم حق الاحتجاج، ما يسمى الاحتجاج الإداري، يعني يحتجوا خلال العامين الأولين إلى مصلحة مسح الأراضي، يقول لهم راكم غالطين، أنه هذه القطعة الأرضية احنا أيضا رانا ورثة، عندنا حق باش نورثوا وباش يكون عندنا الأسماء تاعنا مكتوبة في الدفتر العقاري خلال العامين. ولكن إذا فاتوا عامين نرجعوا المادة 15، لأنه المادة 14 واش تقول؟ واش تنص؟ تقول خلال العامين، هذا يسمى الترقيم المؤقت. ولكن بعد فوات العامين يصبح هذا الترقيم المؤقت ترقيما دائما، خلاص ترقيم نهائي. طيب إذا كان خلال العامين طبقا للمادة 15، هذا قليل ينتبه في عامين. بارك الله فيك، قليل بعد عامين صحيح. المهم خلال العامين هذون طبقا للمادة 15، لأن المادة 14 تقول هذا الترقيم مؤقت، كي يخلصوا العامين يولي نهائي. خلال مدة العامين طبقا للمادة 15 عندهم حق يديروا احتجاج أمام الإدارة المكلفة بمسح الأراضي. ولكن إذا كان فاتوا عامين يعاد النظر في هذا الأمر عن طريق القضاء.
بارفوا جوستيس، عن طريق القضاء، فاتوا عامين، لأن الترقيم أصبح نهائيا. هذا نوع من أنواع الخطأ. وكان نوع آخر أنه ممكن الحدود نتاع الأرض نتاعنا راهي مثل منا من هذا الحد، نحن نصرح نقولوا الحدود نتاعنا منا، أو كلينا حق الجار، هاو صافي ظلمنا الإخوان تاعنا وظلمنا الجيران. نهار اللي نروحوا نخدموا أنا وخويا محمد صالح يجي الجار يقول واش بيكم راكم دخلتوا في أرضي، نقولوا احنا عندنا لي فيري فونسي. هو المشكلة هي كيفاش تفرى؟ إذا كان خلال عامين الاحتجاج يكون إداري، إذا فاتوا عامين الاحتجاج يكون قضائي عن طريق القضاء. يا خويا بن عمار، هذا واش نقدر نجاوبك الآن. موضوع الحيازة راك أشرتها في البداية، الحيازة قبل التعديل لازم 15 سنة حيازة هادئة مستمرة مستقرة بلا انقطاع، مدة 15 سنة. أما الآن تغير القانون، عام واحد فقط. إذا كان ثبت أنه يحوز قطعة أرضية حيازة مستمرة مستقرة بلا انقطاع يقدر يدير إجراءات نتاع الحيازة، وفي هذا فيه تفاصيل أيضا كثيرة. يحوز في عام واحد فقط. نعم، عام واحد يقدر. عام واحد الآن قليل جدا، قليل. بكري 15 سنة درك عام واحد. نعم. وبعدين هؤلاء اللي يديروا الإعلان وكذا شكون اللي يفيق يعني يروح للبلدية والعام راه الآن في رمسة عين، والآن كما قلت الآن راه تتقارب الأيام وربي يستر. راهي الأيام الأسبوع كي يدخل خلاص، والشهر كيف والعام كيف. لذلك سي محمد سي بن عمار أخويا الهاتف نتاعك راه موجود هنا في أعلى الورقة. نزيد كي نكملوا الحصة إن شاء الله بعد صلاة المغرب نعاود نتصل بك، ربما استفسر منك بأمور معينة ونعاود نجاوبك بالتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى يوم الأحد إذا قدر الله عز وجل. نعم. بارك الله فيك. سيدة خيرة تسأل دكتور سعيد، قالت أن أحد أبنائها عليه ديون، فهل إذا سددت عليه بعض ديونه تكون غير عادلة مع الأبناء الآخرين الميسورين؟ عندها واحد من ولادها مدين. نعم. حي ولا ميت؟ مدين حي. مدين حي. لا أخطر إذا كان ميت يعني عنده. نعم. فيه تفصيل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولكن إذا كان حي شفت وليدها ما عندوش راه مدين. وطبعا المدينون اللي هم الغارمون هؤلاء من مستحقي الزكاة طبقا للآية رقم 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى يوصلوا الغارمين. شكون هما الغارمون؟ اللي عنده دين، مادام هو عنده دين، اللي عنده أموال زكاة يجوز باش يمدها لهذا الإنسان باش يخلص الدين نتاعو. وإذا كان يماه تعطيله تخلص له دين. ولكن إذا كان في العطية باش تعطيله باش يملك ليكتسب، هنا لازم تعدل بين أولادها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ممكن يقول واحد يقول علاش إذا كان مدت له 20 مليون لأنه مدين باش يخلص دينه، والآخرين علاش ما تمدلهمش؟ أولا هم ميسورين، هذا رقم واحد. ثانيا أن الذمة المالية مستقلة بينها وبين ولادها. رقم 3 أنه ما هيش عطية هذه راه تقضي له دين باش تمحل له مشكلة، الذي أزمة قد يقع فيه آخر. بارك الله فيك. إذا كان واحد منهم وقع في أزمة مالية أيضا يجوز باش تسلكه. إذا جات يما عندها دراهم يما أولى باش تسلك وليدها. نعم. هكذا. فبالتالي هذا حتى هذا الأمر لا يثير الشحناء، لا يثير أي شيء، أي كراهية. لماذا؟ أي كراهية؟ لماذا؟ لأنه خو هذا كيقول ها خويا راه حاصل، وممكن لو كان ما تخلصوش يما ممكن يروح للحبس، ممكن يروح للمشاكل في المحكمة وهكذا. أما إذا كان خلصت له من بعد بغت تعطي عطية، تعطي هدية، هنا يعني تعدل بين أولادها وهو الأصل. أعدلوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم باش نختم هذه النقطة بمسألة مهمة، لازم إذا كان واحد يعطي لحد أولاده شيء زيادة لازم يكون يعني. لازم بمسوغ شرعي. إذا كان مثلا واحد عنده مدين مثلا، إذا كان لا أدري مثلا عنده مريض في الدار كما سنصل بعد حين. نعم. بالنسبة لك الابن اللي عنده ابن معوق وهكذا. هذا هو الجواب. نعم. بارك الله فيك. آية من الصيف. آية. أكملنا الأسئلة الواردة إلى الأسئلة التي تلقيناها منذ قليل. نعم. آية سألت على ليلة النصف من شعبان،
يطلع الله على خلقه فيغفر للناس جميعا إلا متشاحنين أو من أشرك بالله. قالت ذكرت المشكلة وذكرت ليلة النصف، يعني قالت أنا لا أستطيع التواصل مع زوجة الأخ بسبب ما قذفتها واتهمتها. نعم. والله يا أختي واش نقول لك، أولا بالنسبة للاتهام الباطل خاصة في العرض، الاتهام كل تهمة كلها. نعم. على بالك من قواعد الشريعة كاين واحد المصدر اسمه وقاعدة الأصل براءة الذمة، أليس كذلك؟ الأصل. وهذه قاعدة من القواعد الذهبية الشرعية اللي هي نوع من تمثل نوع من أنواع الاستصحاب، والاستصحاب مصدر من مصادر التشريع. وعلى بالكم كان نطبقوا هذه القواعد نتاع الشرع ولا غير نتهنوا كامل. ما معنى الأصل براءة الذمة؟ الأصل أن الإنسان بريء، لا يجوز إطلاقا أن يتهم بأي تهمة أو أن يحمل بأي دين أو أن يعني يحمل بأي عبء معين إلا بمسوغ شرعي، استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي حتى يثبت الدليل الذي يغيره. بمعنى نحاول نبسط هذه المسألة. الشرع يحمينا جميعا، ما لا يجوز شرعا واحد يتهم إنسان آخر تهمة بغير دليل أو برهان. ذرك أن تتهمك زوجة أخ زوجك هكذا قلت اتهاما باطلا، هذا لا يجوز، هذا حرام 100%، ما كان عنده حتى مبرر. هذا من جهة. من جهة ثانية هذه أزمة عائلية راهي داخل الدار، يعني قادرة تدير كما يقولوا تدير فتنة داخل الأسرة، أليس كذلك يا محمد صالح؟ لذلك ربي سبحانه يدعوكم ويدعونا جميعا إلى التصالح. والتصالح هذا ماشي معناتها تروح إذا كان هي تهماتك قادرة ما تجيش إطلاقا، ولكن لازم الأسرة تتحرك. الذين يعلمون بهذه المسألة ما يبقوش في حالة تفرج، يتفرجوا فيكم. يعني انت ذكر راكي ثابته وما درتي ولا شيء، ممكن واحده اخرى قادر دير قره، قادر دير حرب، ليس كذلك. لذلك ندعو الى التصالح. علاش؟ باش نحظاو يعني ليلة المتشاحنين. ذكرت الحديث والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر يقول لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. وماشي كما في العاده نتاوعنا كاين اللي يهجر خوه ولا عمو ولا 30 سنه واكثر من ذلك، يقول له حتى يوم القيامه ما نتلاقاوش إلى يوم الدين. هذا الكلام لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالرجولة، لا علاقة له بأي شيء. هو من الجاهلية، هذه من صور الجاهلية. إذن راكم أسرة واحدة، المفروض تتصالحوا وتتسامحوا وتطلب منك السماح، وربي سبحانه عز وجل يجيب عليك وعلينا جميعا. من اللي طلب منك السماح أنك تسمحي له، أنك تسمحي له، أليس كذلك؟ ما لازمش تقول مادام انت غلطتي في حقي خلاص نبقاو هكذا إلى يوم القيامة. ولكن شكون يدير هذه الخدمة؟ هي، ولكن بتوجيه أو بإرشاد أو بدعم من أي شخص من أفراد الأسرة، يدخلوا زوجك مع زوجها مع العائلة الآخرين وكذا باش يفروا هذه القضية نهائيا، باش إن شاء الله تعالى يعني يومها إذا كان درتي هذا الشيء ولكن بقات هي متشاحنة معك لا إثم عليك، اطمئني. ماشي معناتها راكي مظلومة وراكي محقورة وخذيتي كل هذه التهمة وتزيدي، لا، ما انت ماشي لست مطالبة بأي شيء في هذا الأمر. إذا كان درتي هذا الإجراء وهي لا تريد التصالح ولا تريد التسامح بينكما فأنت لست مسؤولة على ذلك، وبعدين تتحمل مسؤوليتها. وربي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. هل أب الزوج من المحارم وحكم الخلوة معه بدون زوج؟ نعم، ربي يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن حلائل الأبناء هما الكنات، هن الكنات، يعني العرايس قبيل الثلاثين صافي. هذا أبو الزوج شيخك أم غريم، هذا يعتبر من المحارم على وجه التأبيد. حرمة أبدية، هذه حرمة أبدية ماشي حرمة مؤقتة. نعم.
صافي إذن ممكن تنحي الخمار أمامه عادي، والخلوة أيضا عادي، والخلوة أيضا جائزة. نعم. بنتها أجبرتها على الإفطار فأفطرت حياء وكانت قد بلغت ولم تخبر أمها. نعم. هل هي في حكم المنتهك؟ نعم. لا، ابنتك ليست في حكم المنتهك لحرمة رمضان، صغيرة، هي بلغت، صح، بلغت سن التكليف، تجري عليها أحكام الإسلام من يوم بلوغ سن التكليف بعقلها. العقل مناط التكليف، بلغت سن التكليف خلاص، يعني لازم تصوم وتصلي. طبعا صارت قبل ذلك أليس كذلك؟ ولكن هي حياء، هي كما تقول لك الآن، هي حياء، وهذا يحصل لمحمد صلاح كثير يعني. نعم. تحشم صغيرة وكذا، وطبعا الصغار يتلقوا الأوامر من الوالدين، صوم ما تصومش، معليش صوم نص نهار وصوم ثلثي النهار وصوم نهار وفطر نهار وهكذا. كنا نتلقاو كامل هذه المعلومات والتعليمات، بل هي التعليمات من الوالدين يعني. نعم. من العائلة. طيب درك انت مادام كانت تفطر ماشي بنية انتهاك، خاطر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لم تكن تفطر في أيام رمضان انت بنية انتهاك حرمة رمضان حياء، وانت ألزمتها باش تفطر، ففطرت تقضي تلك الأيام وفقط، وتزيد فدية نتاع التأخير مادام عندها سنوات، فدية التأخير وفقط، يعني ماشي كفارة ولكن هي قضاء. إذا كان فطرت شهر تفطر شهر، تصوم شهر، يعني تقضي شهرا كاملا بعد رمضان إن شاء الله تعالى، أو هذه الأيام تقضي ما استطاعت ذلك سبيلا، وتكمل الباقي بعد شهر رمضان الفاضل القادم إن شاء الله تعالى، وتقدم يعني مبالغ هكذا بسيطة، حوالي 50 دينار عن كل يوم أو 100 دينار في اختلاف الفتوى على كل حال، فدية كفدية التأخير والسلام. نعم. بارك الله فيك دكتور. منيرة من سطيف، الوالدة لها منحة المجاهدين. نعم. هذه أصبحت محنة لكثير من العائلات، كثير من الأسر. سؤالها: الوالدة مريضة بالزهايمر، تسحب لها مبالغها المالية، ابنها رفض القيام على شؤونها كونه لا يستطيع، له ابن معوق، فهل لمنيرة أن تتصدق على ابن أخيها من مال والدتها؟ نعم. أولا مادام لذلك سألتك، لو كانت الأم نتاعك يعني بعقلها بكامل قواها العقلية، ما عندكش حق التصرف في مالها لاستقلالية الذمة المالية بينكما هكذا. ولكن مادام هي رأي في هذا الوضع من ناحية الفقهية ومن ناحية القانونية، كاين ما يسمى بالحجر، استصدار حكم بالحجر لمن فقد أهليته، والمقصود هنا أهلية الأداء لا أهلية الوجوب. بمعنى مادام يماك الآن فقدت الأهلية نتاعها وانت بلا مكواط، بلا مادام أصلا راهي معاك وبارك الله فيك وراكي قايمة بها ويعطيك الصحة وجزاك الله خير، وخوك ربي يهديه، لأنه باش يعني خوك ما يقبلش هو أيضا هو المفروض يكون تنافس بطريقة أخرى، لازم هو يقول كان نديها وانت تقول أنا نديها، هذا هو التنافس اللي نحبوه بين الأولاد. وإذا اداها وأهملها طبعا باش يديها باش يقوم بها، ما يهملها لا يخليها خير. لا كان يقول لك نديها ومن بعد كي ياخذ دماه يهملها، هذه كارثه اخرى موجود يعني. هذه معنى ضيع الامانه، يعملوها كما نقولوا يعني سكاره. كاين اللي يدير كان ظاهر هذه صحيح، وين يدي ماه يهملها وياخذ اموالها. نعم. المنحه دراهم ياخذهم وهي ضيع، لا هذا خير يخليها وين كان يخليها افضل. ومادام يعني نعطي هذا الرسالة نقول نتمنى باش يكون التنافس بين الأولاد، ماشي وإذا كان الوالدة هذه ولا الأب ما عندوش دراهم ثاني ضيع يروح للدار العجزة، هذاك لا حديث عليه يعني. ربي يستر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يستر. والله العظيم هذه أمور غريبة داخلة على عادتنا وما هيش من أصلنا. نسأل إلا عن من لهم الأموال. نعم. أولئك فلا نسأل عنهم إطلاقا للأسف. ربي إن شاء الله يهدي ما خلق. لذلك يا أختي أنت ما ديما راكي قايمة بوالدة نتاعك، يعطيكم الصحة وبارك الله فيك، ومادام والدة نتاعك فقدت راهي مريضة ما تعرفش ما تعقلكمش حتى أنتوما، يجوز لك أن تتصرفي في بعض مالها لأنها صاحبة أهلية وجوب، استقالة المال المالية عندها، يعني هذا مالها هي،
فبالتالي يجوز وجوباً. لك. نعم مالها يعني وجوبا؟ نعم وجوبا. يجوز لك يا الأخت السائلة منيرة أن تتصرفي في بعض مال والدتك أنت، تعطيه الابن لهذا الحفيد المعوق. بالنسبة في اللغة ما نقولش المعوق، هذا خطأ شائع، نقول المعوق. المعوق هذه هي اللغة الصحيحة، ماشي المعوق. لا، إذا كانت لها وكالة محررة يعني قانونية، حتى ولو عندها وكالة محررة في كل الأحوال يجوز لك تصرفي في بعض المال تعطي الابن هذا اللي ما راش قايم بيماه. لماذا؟ لا تزر وزرة وزر أخرى. إذا كان هو ضيع يماه هو مسؤول، ولكن وليده مريض، وانت راكي قلتي ابنان معوقان. إذن يجوز لك تأخذي جزء من المال وتعطيه لولاد خوك باش يشري يداوي به، يقوموا بهم بشكل صدقة أو دعم أو مساعدة، يجوز لك ذلك، ولكن على أن تقومي بيماك أكثر وتصرفي عليها جميع احتياجاتها، ما يلزمش يخصها حتى شيء. الفائض تصرفي فيه بهذا الشكل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك دكتور. إلى فتح من فرنسا بعد الفراغ من الإقامة، ما هو الدعاء المأثور؟ نعم. ماذا يقول؟ والله هناك في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. هذه يعني صيغة من الصيغ الجائزة شرعا. نعم. له جار مات ابنه ولا يمر على المحل حتى لا يذكر والد هذا المتوفى بابنه، قال هل إذا تحاشيت المرور على المحل علي إثم؟ لماذا يتحاشى المرور؟ ربما عنده علاقة وطيدة بالمتوفى الابن الجار هذا، فربما الوالد كلما شاف هذا الإنسان ذكر الابن، يعني تذكره بصديقه أو بجاره أو بمن كان يحتك به في حياته، فقال حتى لا يعني يحافظ على مشاعره. لا يكلف الله نفسا، لا يثير له الحزن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قدرت أن هذا يستثيره ويثير يعني يثير فيه الحزن يحزنه فافعل. ماذا بك كل واحد يعني يكون عندنا هذا الذوق. نعم. هذه داخله في الأذواق يعني. بارك الله فيك. ندخلوها في الأذواق. الأذواق فيه مثل بقبالي حلو اسمه الزرفي وحذيق. نعم. زيل الصزيظان يقتضن ثسدة لسان الحلو ورضع اللبة صح. نعم. بالحذاقة. نعم. لذلك والذوق يسميها أحد العلماء المعاصرين الله يرحمه مات، اسمه الشيخ عباس، يقول الذوق، كتب كتيب اسمه الذوق سلوك الروح. أكيد. الذوق سلوك الروح. فإذا كان بهذه الصيغة لهذا المقصد فهذا أمر مشروع. ربي يجازيك. بارك الله فيك. شكرا. السؤال الثالث قال الناس الذين يتاجرون في الحرام حكم أموالهم التي ينفقونها، حكم هذه الأموال التي ينفقونها على أهاليهم. نعم. أولا كل هذه الأموال التي تأتي من التجارة في المخدرات محرمة قطعا. بالنسبة للعائلة أو الوالدين، إذا كان الوالدين وجميع أفراد العائلة على علم بأن هذه الأموال مصدرها حرام، يعني المخدرات، لا يجوز لهم أن يأكلوا من حرام. أما إذا كان ما على بالهمش فلا إثم عليهم، لأنه ما كان حتى واحد منا يقدر يشم رائحة الحرام، أليس كذلك؟ نعم. يعني واحد يجيب دراهم، يجيب 100,000 حلال و100,000 من حرام، ما نقدر نشموا الرائحة نقول هذه حلال هذه حرام. ولكن المصدر فإذا كان الوالدين على بالهم حرام يأكلوا من هذا المال، وإذا كان ما على بالهمش حلال عليهم، ممكن تقول لي على بالهم ولكن ما عندهمش مصدر آخر، فهنا يرفع أمرهم إلى المؤمنين. وأذكر مرة واحدة عجوزة الله يذكرها بالخير لا تزال حية، يعني وليدها يبيع في الحرام في الشراب، كي تروح تزورو تدي معاها الماكلة وتدي معاها 5 ريتلات نتاع الماء، وكي سألتها علاش تدي طيب الماكلة معليش والماء، قالت لي باش نشرب بيهم توضى به، ما نقدرش نتوضى بالروبيني بالماء نتاع وليدي اللي يخلصوا والماء هذاك يخلصوا بالماء نتاع الحرام. قلت لها راكي فقيهة بزاف نيفو قمة كبيرة في الورع. سبحان الله. إن شاء الله تكون تبعني الآن يعني وربي يذكرها بالخير وربي يجزيها خير. الماكلة قالت لك أنا وليدي علاش تزوري وليدك؟ قالت هذا وليدي ما نقطعش معها الرحم،
ولادو كيحبوا نزورهم نروح نزور وليدي ونزور ولاد وليدي نبات عندهم، ولكن الماكلة نديها معايا والماء ندي 5 ريتلات نتاع الماء نتوضا بهم ونشرب بهم، غدوة من ذاك نولي ويبقى شوية في الماء في سبحان الله. هكذا درك إذا كان هذا الوالدين ما كانش رسالة قوية للابن. نعم. أكيد مع مرور الأيام سينتبه لها جيدا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. سبحان الله. هو طبعا يحاول إرغامها، يقول لها إما كيفاش ونجيب لك الماكلة مليحة، قالت له الماكلة كلها أنت أنا هذا الجسم مسؤول عليه ما حبيت الحلال. سبحان الله. الإيمان هذا جماعة الخير ماشي مربوط لا بالدبلوم لا بالكواغط لا والو، ولا بكثرة العلم. لا نعم. الإيمان ربي يرزقنا إيمان، يعني خاصة الإيمان كما هذه العجوزة ربي يذكرها بالخير. الوالدين هذو إذا ما كانش مين يأكلوا، ما كانش المؤمنين، ما كانش اللي يساعدهم، لا جيران لا أحباب لا والو، هنا يجوز باش يأكلوا من باب الضرورة. القاعدة كما قال القرآن الكريم فمن اضطر في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ما كاش واش يأكل هذا. والقاعدة الفقهية معروفة. وكذلك في سورة المائدة الآية الثالثة فمن اضطر في مخمصة، المخمصة مع شدة الجوع، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقاعدة الفقهية تقرر الآتي الضرورات تبيح المحظورات. سيدنا أبو بكر كان يقول اللهم ارزقني إيمان العجائز، هكذا كان يقول. نعم رضي الله عنه وارضاه. فاطمة امتزي وسو ماذا قالت؟ سؤال بالقبائلية. دبر راسك. حاجة أمه الاختراع. هاي نبلغ أنا بزاف قالوا لي يحبوكم بزاف. هم يقولوا لي نحبوهم. نعم. ولكن قال لك يزيد شوية يتعلموا القبائلية غاديك. يزيد شوية. دوك لازم واش راح نقول لك يا سيدي؟ خلاص الحاجة أم الاختراع. خطوة خطوة إن شاء الله. خلاص المرة الجاية. هنا والأخت نادية راهي بالك راهي قالت لي دبر راسك. خلاص أعطيك مساحة الأخت نادية. شكرا. الأخت طبعا هي المخرجة يا ناس، الأخت نادية هي المخرجة نتاع هذا البرنامج هذه الحصة. نعم. الأخت فاطمة. نعم. بالنسبة للجنازة واحد كيدفن واحد، أولا بالنسبة للغسل نقولها بالعربية وبعد نترجم قبالية. هناك عجائز اللي تعلموا طريقة معينة تاع الغسل الله يبارك، ولكن أيضا مع الطريقة هذه تعلموا حاجة مش مليحة، أنه يدفنوا مع الميت أشياء. نعم. يدفنوا مع الميت أشياء، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان. طقوس الفراعنة. هذه طقوس ماشي نتاعنا كامل. نعم. وطقوس قديمة ما عندها حتى عندها علاقة بالفراعنة وخاطينا. عقائد وثنية. أيوة هذه أنه يستعملها ويحتاجها. نعم. لما يدرس الإنسان الديانات يجد صح. وكان بعض العقائد وين يقول لك لازم يدفن حتى الذهب نتاعو وكذا. نعم. والأشياء التي يحبها. نعم. الأشياء التي يحبها تدفن معه. هذه بقيت عند النصارى. ولكن نعم. احنا لا احنا مسلمين. هذه من العادات السيئة يا أختي فاطمة، لا يجوز. تعلمتي من هذه العجوزة جزاها الله خير، ولكن هذه النقطة هذه يقولها. نعم. هذا الأمر لا يجوز. ما ندفنوا مع الميت ولا شيء، لا وسادة لا حرير لا ذهب لا صابونة اللي غسلتوا بها لا سبارادرة لا حاجة. هذا مكان. وما تخافيش حنا فين يكون بالكلمة الطيبة. قال نسألوا الشرع واش قال الشرع نديروا هكذا وخلاص. وعلى بالك اللي يغسل الميت هو عنده أجر كبير 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 بزاف، فبالتالي إذن مادام جاب أجر كبير علاش يزيد وستره. نعم. وستره. بارك الله فيك. يغسلوا ويزيد يسطروا. إذا الشافعي من العيوب وكذا يسطروا لا يحدث به. ماشي كي يخرج يدير ندوة صحفية. نعم. ندوة صحفية يقول غسلت ووجدت فيه كذا وكذا. نعم. وكذا. إذا كان اللي دار هكذا عنده أجر كبير عند ربي، ولكن ما يزيدش معاه هذا البدع وبعدين يروح له الأجر نتاعو ولا ينقص منه. هذا هو. إذن ناولت ما فاطمة ثم زورت السرد الميثين أما السعدين أعطيكم الصحة. وين يسردنا الميثين يرنا يسر الميثين يسعى لجر ذم قرآن ذي ذورا الحسنات. ثم غارثك كنت تحفظا أعطيها الصحة، ولكن تساثا كي تحفظ رث مغارين ثي أظن تحفظ، ولكن في ودي البدعة يعني أنطلقين نطلناك سبارة دران لقطان وذين تمحر مثل تخدمي الدنيا تيسنا كل شوال كامل نغام سياسي سنا الشوال ياك في قالك وجوز نتاع ذي الشرعيث الميث أثننطل سلوك فنينس وثنصر أكن دينا شرعنا ذايا كان ما إلا الشحنة إن شاء الله تسيدي الشحنة سوى الزيضان تريد أنك أنا والذي لسا زيضان يتظن ثا السدان
كميني استوضر الشيخ نادويض الشيخ أردينا سخام وكذا تحضر انت واسد يهضر انت تقنعا هو قاعد يسن انت شرعيث هذا السفهم ان شاء الله تعالى باش تسير مثل بلا ما تخدم في البدعه ورتسيل الشحنه ان شاء الله. نعم. الى ناديه، هل فيه مكالمات يا ناديه؟ انني انتظر. نعم. الى خديجه من تيارت. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام يا خديجه. عندي بعض الأسئلة الشيخ بودرين أمكن؟ تختصري فقط يا خديجة. اختصري. نعم. باختصار. تفضلي سيدي. الوالدة نتاعي توفي منذ مدة رحمه الله. رحمة الله عليه. من حيث الوفاة بون خلينا احنا ذكور وإناث وخلى الوالدة نتاعي. نعم. من حيث الوفاة قسمتها نقاط نص قسمتها بين الوالدة نتاعي وأنا والأخت نتاعي الصغيرة. نعم. احنا يا شيرة زوج ماشي مزوجات وما نخدموش. دونك انا ما عرفتش اسكو هذه ميراث ولا ميراث من حق جميع الورثه ولا انا صرفت في الكيانه كاختي. واضح ان شاء الله. والسؤال الثاني فيما يخص الذهب الحلي. نعم. كان قطعتين شراهم ديال الوالد نتاعي في الحياه تاعو رحمه الله. نعم. كان فيهم زكاه ولا لا؟ نعم. والسؤال الثاني فيما يخص في الحولي، كان عندي مبلغ من المال وخشي اني خويا يدي لي يسلفوا عليا ولا زدت اقترضت مبلغ مال وشريته كما سلسله، فكانت عندي نيتين اني نلبسها وفي نفس الوقت زعما ما نوقعش في مشكل مع خويا باسكو ما كنتش باغي نسلفه. نعم. هل فيها هذه زكاة ولا لا؟ واضح ان شاء الله. والسؤال الاخير ان امكن لا يسمح الوقت. لا الوقت ضاق جدا يا خديجه. شكرا. نعم. نرجئه الى حصه اخرى ان شاء الله. بارك الله فيك. بالسلامه. ربي يحفظك. شكرا. دكتور باختصار في الدقائق المتبقيه. نعم. والدتك رحمها الله ماتت منحة الوفاة. لا مازال معنا امال من العاصمه. مازال امال. نعم. امال تقول أخي إذن واحدة بواحدة. معلش قلت أخي قالت خوها سرق ذهب الزوجة اللي يمدوا صداق في عرسه. كيف هل يعتبر هي قالت هل هو في الحلال معها ولا لا لما سرق صداق زوجته؟ لا هو ذمته مشغولة بهذا الصداق. أعطى الصداق ولما دخل بعدين سرقوه كي دخلت عروسه وزوجه سرقوا في بيت. خلاص بالنسبة لعقد الزواج ما عنده حتى إشكال. نعم. ما دام تم عقد الزواج وقدم الصداق، والصداق يجوز شرعا أن يؤجل إلى أقرب الأجلين، إما الوفاة إما الطلاق، والمقصود الطلاق البائن لا الرجعي. هذا من جهة. ما دام قدموا خلاص. الآن كي سرقوا عنده إثم السرقة، أما عقد الزواج ما عنده حتى إشكال لأنه قدم الصداق. بعد ذلك أخذه خفية سرقة عنده إثم السارق. سرق هذا واش نقدر نقول. ما كاينش حل آخر. يعني إن شاء الله ربي يهديه. هي عاجبه راح يسرق الصداق نتاع مرته كارثة. الوقت برك اللي راح وإلا نزيدوا نغلظ القول له. والله نعم. حكم الدين في من يقولون ما لا يفعلون. يا لطيف كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هكذا يقول رب سبحانه في سورة الصف. في سورة الصف. إن شاء الله ربي يهدينا باش نقولوه نطبقوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذ لا ربي قال اتقوا الله ما استطعتم، هو المستوى العالي. بعدين قال اتقوا الله ما استطعتم المستوى الأدنى، ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الواحد يتأرجح بين هذين المستويين ويجتهد كل منا أن يطبق ما يقول. خديجة منحة الوفاة. منحة الوفاة كما اعطاكم القانون، انت واختك ما دام راكمش ما تخدموش وماشي مزوجات الحق لكما، الاخرين ما عندهم حتى علاقة. ليست ميراث. طبعا ليست ميراث لأن القانون هو اللي اعطاها. هذه من المسائل التي سنوحد فيها الفتوى من لابد. لا أعلم ذلك. نعم. أعلم ذلك. لذلك يا جماعة الخير. نعم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان خلت أرض خلت كذا 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 هذا طبعا هذا باين يقسم على الورثة طبقا الفرض الشرعية. أما بالنسبة لهذه المنحة القانون منحها لاعتبار أنه ماشي مزوجات، ولكنها اقتطاعات شهرية. نعم اقتطاعات للهالك. ولو احنا أيضا لابد أن نسيق بين القانون والشريعة. معلش سنفرد لها إن شاء الله الموضوع. نعم. ونعود إلى هذا الموضوع، ولكن الآن ما عندكم حتى إشكال إلى إشعار آخر.
أو نثيره في اللقاء الشهري المرتقب لحصة هلا سألوا، ممتاز، لأن فيه لقاء سيعقد كل شهر ممتاز على الخامسة تناقش فيه كل القضايا والنوازل إن شاء الله. ثم نناقش هذه النوازل، وهذه منها خاصة ما يتعلق بالمسائل القانونية. أرنا في دولة اسمها الجزائر، نعم. وعندها قوانين لازم حتى الفتاوى نتاعنا تراعي المسائل القانونية. أكيد. هذه ملاحظة إن شاء الله في النقاش شوف مثل هذه المسائل. فيه زكاة ولا لا؟ نعم. الحلي. في كلمة، هل حليها فيه زكاة؟ هذا الحلي إذا كان تلبسيه ما فيش فيه زكاة. إذا كان للادخار فهنا فيه زكاة. نفس الشيء بالنسبة للحلي، وكذلك هذه السلسلة اللي شريتها. شكرا دكتور سعيد، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. شكرا لكم إخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات، ولا يفوتني أن أشكر إخواني وزملائي من فريق العمل. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.